السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هشارككم فيديو ترند بلبن او ترند دبي اللي هو كيكة الهبة. انا بقالي كتير جدا ما بنزلش فيديوهات، فقلت هعملها واشاركها بقى معاكم. وان شاء الله كده تحطوا لي لايك وتشجعوني وتحطوا لي كمان اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. ده فادج كيك عادي جدا، عاملاه ب2 بيضة. ممتاز بصراحة، وعاملاه في صاج 30 في 40، بس الصاج بتاعي يعني ايه مش 30 في 40 كامل، هو ناقص زي 2 سنتي كده من كل جنب. تمام. بعد كده بقى جبت الكنافة لسه حالا مطلعها من الفرن وحمرتها بشوية كده سمنة، ربع كوباية سمنة. ده نص كيلو مش هاخده كله، يعني هيتبقى منه زي ايه حبة كده قد قبضة الإيد يعني. تمام. حمرته كده في سمنة. من وقت للتاني بخرجه من الفرن وبقلبه، اديله تقليبة كده وارجعه تاني الفرن لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده. هو باين فاتح في الكاميرا بس هو في الحقيقة لونه ذهبي. نرجع بقى للكيك بتاعنا ده. كده كيك الفادج عملته ب2 بيضة زي ما قلت لكم، هشيله على جنب. وكمان هنجيب بقى الصوصات. طبعا الطبقة التانية بتكون صوص بتكون كنافة مع صوص البيستاشيو، يعني طبقة الكيكة عليها طبقة الكنافة بصوص البيستاشيو. بس انا الكمية اللي انا عملتها دي كلها مش بصوص البيستاشيو بس، لاني صوص البيستاشيو الكيلو ب200 جنيه، ب600 جنيه جنبي، مكان جنبي يعني. بس انا شفت اعلان لصانع الكيك على الفيسبوك، عرضه ب400 جنيه. تمام. انا جبت 8 كيلو بس عشان خاطر اجرب، يعني اندوق اجرب وبعد كده ندوق. عامة البيستاشيو انا ما بطلعوش في اوردرات لانه سعره عالي والتكلفة بتكون عالية على العميل. بعد كده بقى الرافاييلو وروشيه والكندر دول جايين لي هدية بصراحة، فقلت هستعملهم. يعني بدل مثلا صوص البيستاشيو هحط كندر عادي. هحط بقى معلقتين من اي صوص في الدنيا انتوا حابينه، مش شرط على فكرة ننفذ الترند بحذافيره. كلها صوصات يعني منفذة على بعض. هحط معلقتين من الصوص البيستاشيو وهخففهم كده بسنة زيت علشان خاطر لما اجي اقلبه في الكنافة يتقلب معايا بمنتهى السهولة. حطيت المعلقتين بقى الصوص بالشكل ده، هبدأ بقى ان انا احط عليه. هو انا خففته قوي بس عشان يتقلب معايا بسرعة، لان انا ما بعملش كمية، يعني هشغل عجان والكلام ده كله علشان يقلب البيستاشيو مع الكنافة. انا بستخدم ايدي. فهبدأ إن أنا أحط كده إيه ييجي 5 معالق من الكنافة كبار وأقلبهم في المعلقتين اللي خففتهم بالزيت دول، وهقلبهم كويس جدا. وبعد ما حطيت بقى، طبعا أنا ما عنديش الكبات أو الطواجن اللي هم عاملين فيها ترند، فأنا أسهل حاجة عندي جبت المثلثات عشان خاطر اللي ياخد مثلث يخلصه، لأن الكبيرة دي مش هتنفع. تمام. حطيت بقى الفادج كده في المثلثات وهبدأ إن أنا أحط. شايفين الفادج بسم الله ما شاء الله، يعني ملى المثلث، يعني هو جه يا دوبك بالظبط. اول حاجه بس انا هسقي المثلثات دي بشويه كده ايه، خدت معلقتين صوص شوكولاته من اللي انا عاملاه محضراه يعني عشان احطه للطبقه الاخيره، وحطيت عليهم شويه لبن وقلبتهم في بعض. وهبدا ان انا اسقي بيه الكيك. هو مش محتاج بس لزياده الطعم، بيدي طعم كده وغناوه يعني. او ممكن تحطي نسكافيه بلاك مع برضو اللبن وتقلبيهم وتسقي بيه الكيك عادي جدا. هبدأ بقى إن أنا أحط كده كنافة الكنافة. بس هي إيه الفكرة إن طبقة الكيك عالية، يعني طبقة الكيك أصلًا جات عالية أوي. فأنا قسّمتهم إيه شوية دول عملوا ال3 مثلثات بالبيستاشيو. هابدأ بقى أحط كندر وأبدأ أحط رافاييلو وهابدأ أحط برضه روشيه. بنفس الخطوات هاحط عليها معلقتين ومعاهم الزيت، وهابدأ إن أنا أقلّب فيهم الكنافة وأفرد على الوش. عملت ال4 مثلثات التانيين بالكندر. تمام. يعني 3 مثلثات بالبيستاشيو وال4 مثلثات هاعملهم بالكندر دلوقتي أهو زي ما أنتم شايفين. قلّبت برضه نفس القصة وهابدأ أفردهم على المثلثات ال4. يبقى أنا كده عملت 7 مثلثات بسم الله ما شاء الله، غير إن أنا هاعمل علبتين طاجنين كبار. زي ما فردت البيستاشيو كده هابدأ إن أنا أفرد الكندر. وبصراحة يعني هو الطعم في الآخر رهيب الحقيقة. ولكن لو انت مش بتحبي الحلويات قوي، مالكيش في الحلويات قوي او بتجزعي منها، يعني هتكون دسمة عليكي قوي، هي دسمة. تمام.
مش دسمة على اللي بيحب الحلويات قوي. طبعا انا حطيت بقى دلوقتي الرافايلو، وعايزه اقول لكم النوع الرافايلو ده تحفه. هو يعني انا لما بعمله بيكون قريب كده. انا لما بعمله بجيب النوتيلا البيضة واحط عليها بسكوت ويفر، يكون بقى نوعية كويسة انا ضمناها. بفتفته كويس جدا، ويفر كده يكون يعني صابح زي ما بنقول كده. يكون مقرمش، وطعمه حلو، ما يكونش طعمه فيه زرنخة كده وبايت وقديم عند السوبر ماركت. فبنجيب نوعية كويسة ونفتفتها. والروشيه برضو نفس القصة، بس نوتيلا غامقة، وبنحط عليها بندق او فول سوداني، وبنحط برضو ويفر بس بالشوكولاتة. تمام. بدأت برضو عملت طاجنين كبار زي ما انتوا شايفين كده، قسمتهم ما بين الرافايل وما بين الروشيه. حلو الكلام كده. بعد كده بقى خطوط فستق، وخطوط نوتيلا، وخطوط نوتيلا بيضة وفستق، و آه، صوص شوكولاتة طبعا عاملاه في البيت، عبارة عن لبن وشوكولاتة بس. وهبدأ ان انا همشي بالخطوط كده، واللي هي بالفستق دي مشيت خطوط نوتيلا على او شوكولاتة على فستق، وبدأت امشي بقى بالخلة زي انتم ما شايفين كده، علشان خاطر يديني الشكل الحلو ده. تمام. الالوان مع بعض تحفه جدا. الطعم جميل قوي 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 فوق ما تتصوروا يعني، بس زي ما قلت لكم هو تقيل. يعني ممكن اللي ملوش في الحلويات هياكل المثلث ده بس ويكتفي، او اقل كمان. يعني انا لما دقتها خدت منها معلقتين اتنين بس. انا ماليش في الحلويات قوي، فطعمها تقيل مش وحش، طعمها جميل بس تقيل. تمام. طبعا ما تنسونيش بقى وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، تدوني فرصه كده ان انا انزل فيديوهات على طول واستمر ان شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.